بلاتي ما تنساش حتى تسمع هاد الاخبار اللي غادي تفرح جميع المغاربه. امطار غزيره وثلوج في العديد من مناطق المملكه المغربيه ابتداء من يوم الاربعاء 10 دجنبر 2025. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على ابرز المناطق المعنيه حسب اخر التحديثات. تحليل النموذج العددي الاوروبي SAMW في 9 كيلومترات. اذا الحمد لله كميات مهمه من الامطار والثلوج غادي تهم مجموعه من مناطق المملكه المغربيه. وقبل ما ندخلوا التفاصيل ما تنساوش ديروا متابعه لهذه الصفحه باش يوصلكم كل جديد، كل ما يتعلق بحاله الطقس المملكه المغربيه. وما تنساوش ديروا اعجاب لهذا الفيديو باش يوصل فئات كثيره من هواة الطقس والرصد الجوي والعاملين في القطاع الفلاحي. إذا ولله الحمد التوقعات أصبحت جد مبشرة للعديد من مناطق المملكة المغربية. جبهة هوائية باردة منفصلة عن المنخفض الجوي الرئيسي اللي متمركز حاليا شمال غرب أوروبا بسعة مركزية كتراوح ما بين 965 حتى ل 970 هيكتو باسكال. هذا المنخفض الجوي متابعينا الكرام انفصلت عليه واحد الجبهة هوائية باردة وغادية الآن كتقترب نحو المملكة المغربية بإذن الله. تساقطات مطرية غادي تكون من معتدلة إلى محلية غزيرة ابتداء من صباح يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 في كل من منطقة الشياضمة، الصويرة، أسافي، عبدة ومنطقة الجديدة. أمطار من ضعيفة إلى أحيانا معتدلة غادي تهم كل من إقليم شيشاوة، الحوز، الرحامنة، منطقة الشمال الغربي خصوصا أصيلة، العرايش، القنيطرة، الرباط، سالا، الصخيرات، الدار البيضاء ومنطقة المحمدية بإذن الله. ثلوج خفيفة خلال نفس الفترة الزمنية غادي تهم كل من مرتفعات الحوز وأزيلال على القمم اللي كيتجاوز العلو ديالها 1800 متر فوق سطح البحر. وخلال فترات المساء أمطار ضعيفة إلى معتدلة أحيانا غادي تهم بعض مناطق غرب سوس خصوصا جهة بلفاع، أكادير، تيزنيت ومنطقة ماسة، سيدي إفني، قلميم، الأطلس الصغير. وخلال فترة الليل متابعينا الكرام أمطار بكميات قد تكون معتبرة إن شاء الله بمناطق تادلة، الظلال، بني ملال، فقيه بن صالح، هضاب الفوسفات، خريبكا، الرباط، الرماني، الخميسات، منطقة الغرب. وتساقطات ثلجية معتبرة غادي تهم كل من مرتفعات الظلال، الحوز وورزازات. انخفاض كبير في معدل درجات الحرارة نتيجة للتيارات العلوية الباردة المرافقة للجبهة الهوائية الأطلسية واحتمال وارد تشكل الصقيع في قمم المرتفعات الجبلية. إذا متابعينا الكرام الحمد لله التوقعات تحسنت بشكل كبير، نتمنى أن تتحقق على أرض الواقع. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. وحباس والله ما تنزل حتى تسمع هاد الاخبار اللي غادي تفرح جميع المغاربه. الشتاء والثلج التبروري في العديد من مناطق المملكه المغربيه ابتداء من يوم الاربعاء 10 دجنبر 2025. الحمد لله التوقعات تحسنت في مختلف المراصد العدديه العالميه خصوصا المرصد العددي الاوروبي SAMW في 9 كيلومترات اللي كيتوقع سلسله من المنخفضات الجويه غادي تدخل المملكه المغربيه ان شاء الله ابتداء من يوم الاربعاء. ولكن غادي نركزوا في هذا الفيديو ان شاء الله على الاضطراب الجوي اللي غادي يهم مناطق واسعه من المغرب ان شاء الله ابتداء من يوم الاربعاء 10 دجنبر. قبل ما ندخلوا تفاصيل المناطق المعنيه ما تنساوش ديروا متابعه للصفحه باش توصلكم كل جديد، كل ما يتعلق بحاله الطقس في المملكه المغربيه. وما تنساوش ديروا اعجاب لهذا الفيديو باش توصل فئات كثيره من هواة الطقس والرصد الجوي والعاملين في القطاع الفلاحي. إذا متابعينا الكرام التوقعات جد مبشرة إن شاء الله ابتداء من يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025. تسلل جبهة هوائية باردة مصاحبة لتيارات هوائية علوية باردة فوق الطبقة 850 هيكتو باسكال مما سيوفر المجال لتساقط كميات مهمة من الثلوج بالمرتفعات الجبلية بإذن الله. هذه الجبهة الهوائية الباردة منفصلة على المنخفض جوي رئيسي متمركز حاليا شمال غرب أوروبا بسعة مركزية
كتقترب من 975 هيكتو باسكال. اذا متابعينا الكرام، الجبهه الهوائيه غادي تؤدي لتساقط كميات غتكون من معتدله الى محليه غزيره من الامطار ابتداء من صباح يوم الاربعاء بمناطق الشياضمه، الصويره، اسفي، جديده ومنطقه عبده. امطار غتكون من ضعيفه الى محليه معتدله خلال فترة ما بعد الظهيرة، غادي تمكن من إقليم شيشاوة، الحوز، الرحامنة، الشمال الغربي، أصيلة، العريش، الرباط، القنيطرة، سالا، الصخيرات، تمارة، الدار البيضاء والمحمدية. ثلوج خفيفة إن شاء الله خلال هذه الفترة الزمنية بكل من مرتفعات الحوز وأزيلال، مع انخفاض كبير في معدل درجات الحرارة. ومن المحتمل حسب آخر توقعات المرصد العددي الأوروبي هطول أمطار ضعيفة الى معتدله احيانا بغرب منطقه سوس، جهه بلفاع، اكادير، تيزنيت، سيدي افني، قلميم والاطلس الصغير. وخلال فتره الليل امطار بكميات غتكون من معتدله الى محليه مهمه، غادي تمكن من منطقه تادله، ازيلال، بني ملال، فقيه، بن صالح، هضاب، الفسطاط، خريب، كار، الرباط، الرماني والخميسات. ثم تساقطات ثلجيه غتكون بكميات معتبره غتم مرتفعات ازيلال، الحوز ومنطقه فرزازات. وكنذكروا متابعينا الكرام على انه من المحتمل دخول سلسله من الجبهات الهوائيه الاطلسيه المرافقه لعده منخفضات جويه اطلسيه ان شاء الله خلال الايام القادمه، ولكن كتبقى هذه التوقعات نوعا ما بعيده، لذا من المحتمل ان تتغير خلال الساعات القادمه، وغادي نعطيكم كل جديد ان شاء الله. فقط ما تنساوش ديروا متابعه للصفحه باش تصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله والى اللقاء. بلاتي ما تنساش حتى تسمع هاد الاخبار اللي غادي تفرح جميع المغاربه. امطار غزيره وثلوج في العديد من مناطق المملكه المغربيه ابتداء من يوم الاربعاء 10 دجنبر 2025. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على ابرز المناطق المعنيه حسب اخر التحديثات، تحليل النموذج العددي الاوروبي SMW في 9 كيلومترات. اذا الحمد لله كميات مهمه من الامطار والثلوج غادي تهم مجموعه من مناطق المملكه المغربيه. وقبل ما ندخلوا التفاصيل ما تنساوش ديروا متابعه لهذه الصفحه باش يوصلكم كل جديد، كل ما يتعلق بحاله الطقس المملكه المغربيه. وما تنساوش ديروا اعجاب لهذا الفيديو باش يوصل فئات كثيره من هواة الطقس والرصد الجوي والعاملين في القطاع الفلاحي. إذا ولله الحمد التوقعات أصبحت جد مبشرة للعديد من مناطق المملكة المغربية. جبهة هوائية باردة منفصلة عن المنخفض الجوي الرئيسي اللي متمركز حاليا شمال غرب أوروبا بسعة مركزية كتراوح ما بين 965 حتى ل 970 هيكتو باسكال. هذا المنخفض الجوي متابعينا الكرام انفصلت عليه واحد الجبهة هوائية باردة وغادية الآن كتقترب نحو المملكة المغربية بإذن الله. تساقطات مطرية غادي تكون من معتدلة إلى محلية غزيرة ابتداء من صباح يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 في كل من منطقة الشياضمة، الصويرة، أسافي، عبدة ومنطقة الجديدة. أمطار من ضعيفة إلى أحيانا معتدلة غادي تمكن من إقليم شيشاوة، الحوز، الرحامنة، منطقة الشمال الغربي خصوصا أصيلة، العريش، القنيطرة، الرباط، سالا، الصخيرات، الدار البيضاء ومنطقة المحمدية بإذن الله. ثلوج خفيفة خلال نفس الفترة الزمنية غادي تمكن من مرتفعات الحوز وأزيلال على القمم اللي كيتجاوز العلو ديالها 1800 متر فوق سطح البحر. وخلال فترات المساء أمطار ضعيفة إلى معتدلة أحيانا غادي تهم بعض مناطق غرب سوس خصوصا جهة بلفاع، أكادير، تيزنيت ومنطقة ماسة، سيدي إفني، قلميم، الأطلس الصغير. وخلال فترة الليل متابعينا الكرام أمطار بكميات قد تكون معتبرة إن شاء الله بمناطق تادلة، الظلال، بني ملال، فقيه، بن صالح، هضاب، الفوسفات، خريبكا، الرباط، الرماني، الخميسات، منطقة الغرب. وتساقطات ثلجية معتبرة غادي تمكن من مرتفعات الظلال، الحوز وورزازات. انخفاض كبير في معدل درجات الحرارة نتيجة للتيارات العلوية الباردة المرافقة للجبهة الهوائية الأطلسية، واحتمال وارد تشكل الصقيع في قمم المرتفعات الجبلية. إذا متابعينا الكرام الحمد لله التوقعات تحسنت بشكل كبير، نتمنى أن تتحقق على أرض الواقع. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.